تحترس من الإخوان. في تقديري دي أهم لافتة يمكن أن نرفعها في هذه الأيام وما قبلها وما بعدها في قادم الأيام. ليه؟ لأنه التعليمات التي صدرت إلى أعضاء الجماعة منذ فترة طويلة بالكمون والانتشار والتوغل في المجتمع، بمعنى أنه هتشوف الناس هتنسى بعد شوية هم كانوا بيعملوا إيه متشبهين بالإخوان. طيب الشكل الأبرز للكوادر النسائية في الإخوان كان عندهم شكل من الحجاب بيتلبس واضح جدا انه ده كان هذا الشكل هو شكل المنتميات الى جماعة الإخوان الإرهابية. ويمكن هذا الشكل لو ركزنا فيه هنلاقيه قريب من الشكل التركي للحجاب. الشكل ده كان مميز وكان غير السلفيات المنتميات الى الحركة السلفية وغير المنتميات الى اي مكان اخر، لكن يعني يمكن ده بيوضح ليه هذا التقارب والتشابك الاخواني التركي الارهابي في حتى فيما يتعلق بالشكل. هذا الشكل اختفى تماما من المشهد في الشارع المصري، ما بقاش موجود. يمكن يبقى موجود على مضض في بعض المحافظات الساحلية، لكن لم يعد موجودا بشكل كما كان موجودا قبل يعني خلينا نقول قبل 2013. المشهد ممكن يقول الناس بتغير، لا الناس ما بتغيرش، الناس بتاخد تعليمة فبيختفي المشهد. اللوحة الكثيرة اللي كنا بنشوفها اللحية الإخوانية أو الأداء الإخواني داخل الجامعات المصرية لم يعد واضحا، ذاب في خطة ممنهجة انه يبقى مش معروف، انه يبقى ما بيتكلمش على فكرة محمد مرسي، ما بيتكلمش على قياداته، لكن يتكلم على الغلا. واحنا هنا بنتكلم على الخطاب الذي يمارس ضد الدولة المصرية في الداخل او في مواسم مهمة زي موسم الحج مثلا على سبيل المثال. قبل كورونا كان الخطاب الإخواني ماشي في هذا الاتجاه، اللي هو فكرة انه الاسعار، فكرة انه المدارس، فكرة المشاكل اللي ممكن اي مواطن يدخل ويتكلم فيها ويحس ان اللي بيكلمه مطحون زيه، بيعاني زيه. لكن الهدف هنا بيبقى هدف خبيث جدا، حتى فيما يتعلق بمسألة التعصب في الكرة. جزء كبير جدا من الكوميكس اللي كنا بنشوفه هو فعل إخواني باستهداف معين. يعني هو عايز القصة تشتعل، عايز الأمور تبقى عالية، بيبعد عن الخطاب الرئيسي اللي هو كان بيشتغل عليه، فكرة الشرعية وفكرة محمد مرسي والمظلومية، إلى هذه المنطقة التي قد تلاقي استحسانا شعبيا لدى البعض، بمعنى ان هو اللي بيتكلم هو ما يعرفوش هو منتمي ولا مش منتمي، كادر ولا مش كادر، لكن في النهاية بيبقى فيه جزء من القصة. يمكن شفنا ده في حالات كتيرة جدا، لكن الأخطر في تقديري هو الذين يقومون بالتعليم، سواء كانوا مدرسين أو أساتذة في الجامعة. حد هيقول فيه فيه، لأنه في بشكل واضح في فترة مرسي كان في وضوح شديد جدا في الجامعات المصرية، بدت هناك خلينا أقول وجوه معروفة بالاسم تولت مناصب، لكن الخطورة هو التلقين المباشر لأشياء قد تبدو أنها ناعمة لكنها تنتج بعد سنوات يعني خلينا أقول أشياء ممكن تبقى مش مظبوطة داخل الوطن، قد أكون ناقم على الوطن، ما بتعملش الإيجابيات، ما بتشتغلش على فكرة تنمية هذا الوطن. وفي تقديري أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا من الدولة المصرية، لأنه من يعلم هو أخطر من يمكن أن يكون في المواجهة، لأنه قد يزرع فكرا بشكل متواري وغير مستقيم وغير معروف، أو استخدام القوة الناعمة ضد الوطن بدلا من أن تستخدم لصالحه. دمتم بألف خير وطيب الله أوقاتكم، وحمانا من جماعة الإرهاب.